السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة أكلة بسيطة كده ولذيذة. طبعا لأول مرة تشوفيني يلا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا تعالوا بقول لكم احنا هنعمل ايه مع بعض. حاجة كده سريعة ولذيذة خالص. معايا دول حباية بطاطس كبيرة، يعني دي حباية كبيرة في الحجم. انا غسلاها كويس، مقشرها وغسلاها وبشرها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، تمام، بالمبشره. دي بقى معايا هنا ده فلفل الوان وفلفل اخضر، ومعايا بصلايه بنفس حجم البطاطايه برضو بشراهم، والفلفل مقطعه صغير جدا على قد ما تقدري صغري الفلفل. معايا بقى البهارات، معايا دي ربع معلقه ملح، معايا فلفل اسمر، معايا دي بهارات حواوشي. الحاجه الاساسيه معايا البهارات الحواوشي. ودول 3 مكعبات من المكعب اللي هو اللي بتاع مكعب اللحمة، تمام. معايا 3 مكعبات. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه على طول. جبت بقى مقلة كده وحطيت فيها معلقتين زيت زي ما انتم شايفين. انا هبدأ اعمل ايه، هبدأ اعمل الخلطة اللي هحشي بيها العيش. انا كده ايه هسيبها يا دوبك تسخن حاجة بسيطة. اهم حاجة لو عندك يعني حاجة زي كده ما بتلزقش، مقلة ما بتلزقش، تبقى حلوة قوي معاكي. برضو تنفع في اي حاجة، يعني هي هتمشي معاكي، بس انا بقولك الاحسن يعني. الزيت بقى هيسخن كده حاجة بسيطة، وهبدأ اجيب البطاطس وانزل بيها، وهبدأ اديلها تقليبة كده، تمام. هبدأ افردها كده زي ما انتوا شايفين. لازما الوصفة دي لازما ايديكي على طول تبقى فيها، ما تسيبيهاش، على طول تقلبي فيها. هي من نجاحها ان انت على طول تبقى ايدك فيها وان انت تقلبي. انا دلوقتي سبتها كده ايه يا دوبك هتشد حاجة بسيطة، وهبدأ اقلب فيها معاكي اهيت يا جماعة، تمام. انا هبدأ بقى انزل بالبصل والفلفل عشان انا عايزة كله يستوي سوا تماما، سوا كامل. مش عايزة حاجة نية وحاجة مستوية، لا، انا عايزة كله يبقى سوا بعض. هنزل بالبصل والفلفل وهديلها تقليبة. بصوا يا جماعة، انا هفضل اقلب فيها لحد ما الاقي الخليط ده بقى كله عامل زي العجينة. يعني هو خليه زي العجين، تفضلي تقلبي فيه التقليب المستمر معاكي عشان تظبط معاكي، تمام. بيبقى عامل زي العجين. بالاضافه ان انت لو عايزه تحطي جزر او كوسه او اي خضار انت بتحبيه هيشتغل معاكي وهيبقى مية مية. هو ريحته بسم الله ما شاء الله، مجرد ان انت حطيتي البصل على الفلفل على البطاطس ريحتها والله العظيم تحفه. انا هوريها لكم بعد ما تستوي خالص، هوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعه، هي كده ابتدت تستوي اهيت. انا هبدا بقى انزل بالبهارات بتاعتي اهوت، هنزل بيها وهنزل بالثلاث مكعبات. انا بقى حطيت المكعبات وحطيت البهارات، وهبدا اديلها تقليبه كده، وهفضل برضو اقلب فيها لحد ما تستوي تماما وهوريها لكم. وده الشكل بتاعه في النهايه اهو، بعد ما استوي خالص. طعمها والله العظيم ولا اروع من كده. تعالوا بقى نجيب العيش ونفتحه مع بعض اهيت يا جماعه. بعد ما استوت خالص هي بتبقى عامله زي البطاطس المهروسه كده، بس الطعم طبعا ما بتبقاش بطاطس مهروسه. انت عشان تعرفي ان هي استوت هتلاقيها بقت خلاص انها يعني استوت خالص، ما بقتش لما تيجي تدوقيها ما تلاقيهاش كده لسه بتقرمش في بقك كده، تبقى استوت خلاص. تبداي تنزلي وما تقلقيش، وانت بتلفي بيها في قلب وانت بتقلبي هتلاقيها عماله بتتقل، هتلاقيها بتتقل معاكي. ده ده طبيعي يعني، ما تقلقيش، هي كده كويسه، ما تقلقيش، ما فيهاش اي حاجه. تفضلي برضو تكملي لحد ما تسوي خالص تماما وتسويها خالص. هبدا بقى اجيب الرغيفه زي ما انتم شايفين كده، وهبدا افتحها بالشكل ده. يعني هخلي الرغيف هفتحه هعمله حواوشي، تمام. هبدا هعمل الكميه معايا على قد ما تاخد بقى. عملت 4، عملت 5، وانتي على حسب الكمية اللي عندك اعملي. هبدأ بقى احط من الحشو في قلب الرغيف واوريهولكوا بعد ما اخلصهم خالص. اهوت يا جماعة، عملت لي 5 رغيف، بسم الله ما شاء الله، عملت لي كمية. انتي لو عايزة كتري طبعا في الوصفة كتري عادي، وحطي الخضار اللي يعجبك في قلب الوصفة
لو يعني حطيتي الجزر وحطيتي الكوسه هيبقوا برضو طعمهم ولا اجمل من كده. انا هبدا بقى ادهن الحواوشي بتاعي دهنه زيت من فوق ومن ظهر الرغيف، وهبدا احطه في صينيه واحطها في الفرن واوريهولكوا بعد ما يطلع شكله يبقى عامل ازاي. اهو بعد ما طلع من قلب الفرن زي ما انتوا شايفين كده ولا اجمل من كده. جربوه هيعجبكم جدا. متنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.